اهلا وسهلا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ الصحه لاباس؟ نتوما مزيانين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غنوجد معكم باتاشو بالالوان معمر بواحد الكريمه اللي غتعجبكم بزاف وكتجي لذيذه بزاف. عملته على شكل شجره كيف ما كتشوفوا. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو، عندي هنايا 100 غرام الزيت، زيت المائده، 250 غرام الماء، عندي 4 بيضات يكونوا كبارين، 150 غرام الطحين، معلقه صغيره سكر سنيده. وبالنسبه للطبقه المقرمشه اللي غتجينا من فوق، عندي 90 غرام سكر سنيده، 90 غرام الطحين، 75 غرام الزبده. وعندي هنايا المذاق فرومبواز اولا الفريسه اللي بغيتو، وعندي المذاق بيستاج، وفي نفس الوقت يعطيوني الكولور. بسم الله. اول حاجه غنبدا بها هي ديك الطبقه المقرمشه اللي غتجينا على البطاطا. هنايا عملت الزبده والسكر والطحين خدمتهم في مره واحده حتى تجمع لي العجينه، وغادي نقسمها على جوج. نص غادي نعمل فيه نص معلقه صغيره فرومبواز، روح فرومبواز، ومنها غيعطيني الكولور. والنص اخر غادي نعمل فيه نص معلقه صغيره د روح البيستاج. صافي انا قسمتها على جوج. نحاول ندمج معاها داك الكولور باش يتخلط لي مع العجينه مزيان. صافي وغادي ناخذ واحد كاغي الزبده، وغادي نطلق العجينه مزيان، وغادي ناخذ شي دائره اللي نقدر نحدد بها قياس واحد باش غيمشي لي باتاشو، وقياس اللي غنمشي فيه العجينه. كيف ما غتشوفوا غنطلق العجينه وغنطبعها وغندخل المجمد. غادي نطبعها بهاد الدائره وغندخل المجمد. ودابا غنبداو نوجدو في البطاطا. عندي واحد الكاسرونه عملت فيها الماء والزيت، وغنزيد ديك معلقه سكر سنيده وغنزلهم على البوطه. ملي يغلى لنا ديك الماء غنزيد الطحين في مره واحده، وغادي نبقى نحرك مزيان حتى نحس بداك الطحين نشف ونحس به طاب شويه مع الماء. صافي كنبقاو نخلطو في العجينه حتى كتجمع كيف ما كتشوفوا. دابا غنعملها في واحد البول ونخليها حتى تبرد مزيان مزيان عاد باش نعمل لها البيضات. هذيك 4 بيضات كناخذ منهم جوج غادي نطربهم ونبقى نعمل شويه بشويه وانا كنخلط في الخليط. العجينه ما خصهاش تكون قاصحه. انا في المقادير عطيتكم 4 بيضات، انا 4 بيضات كانوا عندي صغارين، يعني زدت حتى 5 بيضات. العجينه دات لي 5 بيضات، ولكن اذا كانوا البيضات كبارين 4 كيكونوا كافيين في المقادير اللي عطيتكم. وفي صندوق الوصف ان شاء الله نخلي لكم المقادير مضبوطين. غادي نزيد 2 بيضات اخرين وغادي نخلط مزيان. كنزيد البيضات وكنخبط مزيان في العجينه. صافي ملي كنحصلوا على العجينه هذه كيف ما كتشوفوا كتنزل بوحدها، دابا غادي نبقاو نخدموها، يعني نخبطوا فيها مزيان. بالنسبه للناس اللي كيخدموا بيدهم، اذا كانت العجانه راه كتسهل كل شيء، ولكن الناس اللي كيخدموا بيدهم خصكم ضروري تعملوا هذه العمليه. صافي هنايا غنوريكم كيفاش غادي نعدل الباطاشو ديالي باش يدخل الفران. انا السواني عندي في الفران عليها ما غادي نوريكم كيفاش عدلت. وصافي هنايا عندي الكاكاو غير باش كنعلم. العجينه الباطاشو عملتها في باش يجيوني قياس واحد كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ناخذ داك الدوائر د العجينه اللي عندي بنكهه الفرامبواز واخرى د البيستاش، وغادي نبقى نعمل وحده هيدا ووحده هيدا، يعني وحده حمراء ووحده خضراء. وهاد العجينه مسخن 200 درجه. ملي غندخلوهم الفران حتى نشوفوهم بداو كيتنفخوا غادي نقصوا لهم من 170 درجه ونخليهم يطيبوا على الخطر ديالو. والباطاشو معروف عليه ما تفتحوش عليه الفران نهائيا حتى كيطيب، يعني حتى كيتحمروا ويطيبوا عاد كنخرجوهم من الفران. بالنسبه لمقادير الكريمه غادي نحتاجو 250 غرام د الحليب و250 غرام د الكريم فريش. عندي هنايا جوج صفار البيضه
واحد بيضه مكموله و100 غرام سكر سنيده و60 غرام كسروله. غادي نعمل وغنزيد واحد نحرك مزيان حتى تعقد لي الكريمه. كيف ما كتشوف مزيان. طاطاشو من بعد ما خرجتهم من الفران خليتهم يبردوا مزيان. الكريمه ديالي غادي نزيد فيها 2 معالق كبارين ديال بخاليني د اللوز، كيبقى اختياري، غير هو كيعطينا المذاق مزيان، كتجي الكريمه مزيونه بزاف ولذيذه. صافي وغادي نخلطوها مزيان مع الكريمه باش نعمرو ديك البطاطا ديالنا. صافي من بعد ما كنخلط الكريمه مزيان غادي نعمرها في واحد لاطوش باش نقدر نعمر البطاطا كيف ما كتشوفوا. وغادي ناخذ الحلوه ديالي وغادي نتقب من التحت وغادي نعمر الحلوه مزيان، وغنستمر بحال هكا حتى نكمل الحلوات اللي عندي كاملين. فاش كنعمر الحلوه كامله كيف ما كتشوفوا غادي ندردر عليها واحد الكميه مهمه من السكر كلاصي. صافي وكناخذ السيبور اللي غيوقف لي الحلوه ديالي، هو هذا من الفرشي شريته هيدا. غادي نغلفو ببابي الومنيوم، واذا ما توفرتوش على هاد الهرم هذا يمكن تعدلوا اي كرتونه عدلوا على هذا الشكل هذا ووقفوا الحلوه ديالكم. صافي هنا عندي السيترو ديال الكريم فريش اللي طلعتها مزيان بها باش نلصق الحلوه. كريم هنايا بديت كنلصق الحلوه كيف ما كتشوفوا معكم، وكنبقى نلصق واحده حمراء وواحده خضراء وكنبقى ماشيه هيداك حتى غنكمل السيبور ديالي كامل بنفس الطريقه. كنبقى طالعه هيداك واحده حمراء وواحده خضراء. وبالنسبه لهاد الفراغات اللي بيناتهم غادي نعمرهم بالكريمه كيف ما كتشوفوا. غادي نعمر الفراغات كامله باش نجبر فين الشوكولاط اللي قطعته بالموس على هذا الشكل هذا، وغادي نعملوها في جنب الحلوه كيف ما كتشوفوا باش يعطينا داك الطوكي بحال التراب مع الشجره. بالنسبه للحلوه عملتها على الطاوله اللي غتقدم فيها اولا الكارطون اللي غيتقدم عليها. دابا غناخذ هاد النجيمات اللي عندي مغلفين بعجينه السكر وغادي نزوق بهم الشجره ديالي كامله. الحلوه ديالي هنا كملتها كيف ما كتشوفوا، دردرت عليها السكر كلاصي من الفوق باش كيطيح على ديك الشوكولاط اللي قطعنا وكيعطينا المنظر فحال الثلج طاح على الشجره. الفيديو ديالنا هنا كيتسالى، ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم. واذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الفكره ما تنساوش تخليوا لي جيم وكذلك التعليق ديالكم، وشكرا على المتابعه. في وصفه اخرى ان شاء الله وفيديو اخر.